برونتو اف ام. برونتو اف ام، صوتك سابق بخطوة. مستمعينا، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا خلي بالك من نفسيتك، اللي هكون معاكم فيه انا ان شاء الله رنيم عصام على راديو برونتو اف ام خلال ال4 حلقات اللي جايين. خليني كده اقول لكم بسرعه ايه فكره البرنامج واحنا عاملينه ليه. البرنامج خلي بالك من نفسيتك، غرضنا ان احنا نخليك تخلي بالك من نفسيتك في ظل الظروف الحياتيه اللي انت ممكن تكون بتمر بيها، الضغوطات الحياه اللي موجوده، الحاجات اللي ممكن تحبطك وتخليك تنسى شويه مبادئ كده وشويه حاجات انت عارفها، بس مع ضغوطات الحياة بتبقى ناسيها. خليني أبدأ معاكم أول حلقة من الحلقات إن أنا أقول لكم إن موضوع النهاردة هو موضوع عارفينه، بس بسبب الحاجات اللي بنتعرض لها كل يوم ممكن إن إحنا ننسى. الموضوع هو إن اختيارات ربنا يا جماعة لينا بتبقى دايما هي الاختيارات الصح، حتى لو إحنا مش واخدين بالنا من ده. ساعات كتير قوي بتستغرب انت ليه حصل لك موقف معين، او ليه شخص معين خرج من حياتك، او ليه الحاجة اللي انت عايزها ما حصلتش في الوقت اللي انت عايزه. حاجات كتير قوي بتستغربها ومتبقاش فاهم حكمة ربنا فيها قوي، بس مع الوقت بتكتشف ان لا، اختيارات ربنا فعلا ليا احسن، وان اللي انا كنت عايزه ده انا ازاي اصلا كنت عايزه في يوم من الايام. وبتبدأ ان انت تكتشف بقى اللي هو انا ازاي اصلا كنت عايز ده، وفي حين ان بص ربنا حاطط لي ايه، واختيار ربنا بص كان عمل فيا ايه اللي انا كنت عملته ده، وبص اختيار ربنا عمل ايه. كلنا بنتعرض لمواقف زي كده كتير قوي، وكلنا بنتحط في ظروف بتخلينا ان احنا ما نبقاش فاهمين ونتضايق كمان من حاجات بتحصل لنا واشخاص بتخرج من حياتنا. فاللي انا عايزه افكركم بيه ان ما تتضايقش لو انت دلوقتي قاعد مثلا متضايق وحاسس ان انت كان نفسك في حاجه انها تحصل وما حصلتش، وفي شخص خرج من حياتك وانت مش فاهم وما عندكش اسباب طب ده ليه حصل اصلا. خليني اقولك احمد ربنا على الاختيارات بتاعته دي، لان هي دي الاختيارات اللي دايما بتبقى صح. وافتكر دايما ان ربنا لو في حاجه خير ليك عمره ما هيبعدها عنك. ما هو مش جايبك عشان يضايقك او الحاجات اللي انت عايزها والخير ليك تبعد عنك. لا، هو الحاجات اللي انت بتبقى عايزها ومش بتحصل، اتأكد ان هي حاجات مش كويسة ليك، وان ربنا شايلهولك احسن بكتير وهيعوضك على اللي انت عايزه ده، وفكر ان هو كويس بحاجة احسن واحلى بكتير قوي. بريفلي كده وعشان ما اطولش عليكم، افتكر دايما ان اختيارات ربنا ليك هي دايما الاحسن. ولو انت قاعد متضايق ما تتضايقش، ودايما صبر نفسك وقول انا ربنا هيعمل لي دايما اللي فيه الخير. اتمنى ان الريمايندر ده يكون رجعك لحاجه انت كنت بتفكر فيها وكانت مضايقاك، فتبدا ان انت تفكر بطريقه ايجابيه اكتر. خلصت حلقتنا النهارده، وان شاء الله اشوفكم الحلقه الجايه على خير في موضوع جديد. وخلي بالك من نفسيتك لحد الحلقه الجايه، واشوفكم ان شاء الله على خير. باي باي.